اتخذ باريس سان جيرمان قرارا جديدا بشأن مستقبل لاعب الفريق كيليان مبابي الذي يقترب من الرحيل عن صفوف العملاق الفرنسي. وسبق استبعد باريس سان جيرمان مبابي من جولة الفريق الصيفية التي خاضها استعدادا لمنافسات الموسم الجديد على خلفية رفض اللاعب تجديد عقده. وفي خطوة جديدة من باريس سان جيرمان تجاه مبابي والتي تشهد حالة من التوتر، قرر النادي الفرنسي إزالة صورة قائد منتخب فرنسا من واجهة الموقع الرسمي للنادي. ولم يتم حسم موقف مبابي مع باريس سان جيرمان، حيث سبق وقرر النادي بيع اللاعب من أجل الاستفادة ماليا منه بدلا من رحيله بشكل مجاني الصيف المقبل مع نهاية عقده. واقترب الفرنسي عثمان ديمبيلي من مغادرة برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري من أجل الانتقال باريس سان جيرمان. وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن اسم البلجيكي نيك كاراسكو جناح أتلتيكو مدريد تردد مجددا داخل أروقة برشلونة لتعويض رحيل المنتظر لديمبيلي. وأضافت الصحيفة أن كاراسكو هو المرشح الأول في قائمة تشافي لتعويض رحيل ديمبيلي. يستعد المهاجم الإنجليزي هاري كين لخطوة مفاجئة للجميع حال فشل رحيله عن توتنهام هوتسبير وصوب بايرن ميونخ هذا الصيف. ودخل النادي الألماني في مفاوضة مكثفة مع سبيرز من أجل التعاقد مع صاحب 30 عاما مقابل حوالي 100 مليون يورو. ووفقا لصحيفة ذا إيفنينج ستاندارد البريطانية، فإن كين يبدو منفتحا على التفاوض من أجل تجديد عقده مع توتنهام ما لم تنجح صفقته انتقاله لبطل ألمانيا. وعرض بايرن حوالي 95 مليون يورو على سبيرز نظير التخلي عن قائد الفريق، لكن توتنهام يتمسك بالحصول على 120 مليون يورو للسماح له بالمغادرة.